قديما يا صديقي كان اللون البنفسج مقتصر على الأمراء والملوك والطبقة المخملية لأنه كان غالي جدا، وكان الواحد سنتي من اللون بيستخرج من 50,000 قنديل بحر، فعلشان كده كان غالي. الأماتيست أو الجمشت أبو أحجار الطبيعة، لكن تعالى أفرجك على باقي عائلته. أفضل حجر استخدم لعلاج الصداع النصفي، وعلشان كده الرومان قديما كانوا بيرصعوا بيه كؤوس الخمر، علشان والعياذ بالله لما يسكروا كان بيقلل أعراض السكر، وأولها كان الصداع. استخدمناه بعد كده في علاج الشحنات الكهربائية الزائدة في الجسم الناتجة عن استخدام الأجهزة الكهربائية حوالينا يا صديقي. لكن تعال فرجك على الحجر العجيب ده والجمال الرباني. دي على فكرة بريسلت تحفة جدا، ودي كمان بريسلت قمر جدا. شوف بقى تفاوت الألوان، ده درجة لون، ده درجة لون. لو حطيناهم كده على الحجر واتفرج على درجة اللون العجيبة دي من الأماتيست أو الجمشد. شايف اللطشة دي؟ اللطشة دي ممكن تكون بداية حجر السترين. والله هو أنا مش قلتلك إن حجر السترين هو الابن لحجر الأماتيست يا صديقي؟ تعال بص كده، شوف القطعة اللي من جمال الطبيعة. الأماتيست حجر بيتكون على مدار ملايين السنين، وأي حجر طبيعي بيتكون على مدار هذه المدة. شوف بدأ إزاي؟ بدأ من صخرة وحبات رمل، وانتهى إنه يكون حجر الأماتيست. بعدها بملايين السنين بدأ يكون حجر السترين بداخله، ودي نفس طريقة غش حجر السترين لما بيعالجوا الأماتيست بالحرارة فيتحول لسترين. إذا هنا عندنا السترين هو ابن حجر الأماتيست يا صديقي. شايف تفاوت درجات الألوان الرباني الحجر الأماتيست؟ طب ملاحظ حاجة؟ ملاحظ دي مش أماتيست يا صديقي، دي روز كوارتز. والله ده ابن خالة الأماتيست، كان متقدم له لكن رفضوه عشان الضابط. لو حطيناه هنا نفس درجات اللون، وخد بالك انك ركزت في اللون بعد ما انا قلت لك ان هو روز كوارتز. طب لما احط لك الأمورة دي هنا، دي روز كوارتز. نفس الشبهية في حجر الأماتيست يا صديقي. أفضل حجر لعلاج الصداع النصفي والشحنات الكهربائية الزايدة في الجسم. أفضل طريقة نستخدمه ليها إيه؟ إما أحجار بنحطها على مكتبنا بالشكل ده بتمتص الطاقة السلبية من البيت وبتحتاج غسيل كل فترة، أو إما بنستخدمها سبحة بدرجة اللون الجميل ده. الحقيقة ان هو ما نجحش كعقد عشان اغلب الستات ما تقبلوش اللون ده على رقبتهم، لكن تقبلوه سبحة جميلة جدا، او يستخدم بريسلت بهذا الشكل يا صديقي. واشوفك مرة تانية مع حجرين تانيين هيكونوا من نفس العائلة، علشان بوب صديقك يكشف لك ان الاحجار عائلات واخوات. أشوفك دايما على خير.